أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد في قناة كذا لون. النهاردة هنستخدم خامة البلاستيك اللي هو القابل للانكماش، وهنعمل بيها يا إما تكون ميدالية أو علاقة للعربية. اسمه شرانك فيلم، هو ورق بيكون بلاستيك بيجي بنوعين، يا إما أو بألوان كمان، يا إما يكون شفاف قوي واحنا هنضطر نصنفره كده بالساند بيبر، ورق الصنفرة، عشان يبقى خشن شوية يستخدم عليه الألوان، أو هو بيجي متصنفر جاهز وفي منه كمان ألوان. هناخد التصميم ونلاحظ ان احنا بنقول قابل للانكماش، يعني لازم يكون الرسمة اللي احنا هناخدها 3 أضعاف الحجم اللي احنا عايزينه. يعني لو عايزينها 10 سنتي هنشتغل على 30 سنتي، ولو احنا عايزينها 7 سنتي يبقى لازم نستخدم على 20 أو أكتر من 20 سنتي. هناخد الرسمة أو التصميم اللي احنا عملناه بالمقاس اللي احنا عايزينه، وهنستخدم ماركر أي لون. هو ميزته إنه بيقبل كل الألوان، وهقول لكم إيه الألوان اللي ممكن يتقبل عليها. وهناخد أنا هنا أخدت قلم أسود من اللي هو الأقلام اللي ما بتطلعش غير بالكحول، يعني لو مسحتها بإيدي مش بيطلع اللون. وخدت الأوت لاين للرسمة بتاعتي كلها. وبرضو لو احنا شفنا القلم سميك دلوقتي، لما هينكمش هنلاقي ان الخط بقى انكمش هو كمان بقى صغير. ميزة الخامة دي انه اي حد يقدر يستخدمها، كبير او صغير، ونقدر نساعد اطفالنا انهم يطلعوا حاجات حلوة قوي بالشغل ده. بس طبعا احنا هنساعدهم في مرحلة الانكماش، ان احنا بنعرضها للحرارة. بعد ما خلصت الرسمة بتاعتي كلها بالتحديد، وممكن استغنى عن التحديد اشتغل على طول بالالوان، هبدأ الونها. انا استخدمت الوان بنسل، البنسل كلر في الرسمة دي. ممكن استخدم الالوان الفلوماستر اللي هي برضو الغير قابلة للإزالة بالماء. ممكن استخدم الالوان الباستل، وممكن استخدم الاكريليك، اي نوع من الوان الماركر، اي نوع من الوان الالوان اللي موجوده عندي هتنفع ان انا استخدمها على الماركر على الورق ده. وهنلاحظ ان اللون ما بيبقاش قوي قوي، يعني الاحمر مش مديني الاحمر قوي، لكن لما هنعرضه للحراره هيديني درجه اللون اللي احنا عايزينه. الابيض بيبان في الابيض، لكن لو سبته هيبان انه شفاف. فلو انا عايزه حته منطقه تكون لونها ابيض الونها باللون الابيض لانه هيبان، لكن لو انا عايزاها شفافه اسيبها شفافه. طبعا البالونز اللي موجوده هنا ممكن اخد كل الالوان اللي انا عايزاها بالوان بدرجات. الوان البالونات كلها معروفه، والرسمه دي بسيطه. لو انا عايزه اخد رسمه بيكون محدده الوانها، اخلي الرسمه قدامي بالالوان بتاعتها، وابدا انقل الالوان بالظبط عشان ما تطلعش معايا مختلفه عن الصوره اللي متخيلها هتطلع ازاي. بعد ما خلصت مرحله التلوين هبدا اقص. مش هقص على الخط اللي انا رسماه بالظبط، لا، هبعد عنه شويه 2 أو 3 مللي، علشان يبقى لي كانه بورد حوالين الرسمه اللي احنا عاملينها.
وفي المرحله دي لو انا هعلقها او محتاجه ان انا اعمل لها خرم، لازم اعمل لها الخرم بتاعها او الفتحه اللي انا هعلقها منه في المرحله دي، لانه بعد ما هيتعمل صعب جدا ان انا اقفل افتح فتحه احط منها اي حاجه. فلازم في المرحله دي اخرمه، لانه برضو حتى الفتحه دي او الخرم ده هيصغر معايا في التسخين. اقدر اعملها بالاستشوار، ممكن في الفرن، في الميكروويف، واحطه على درجه حراره 180 واسيبها 60 ثانيه بس. هي ما بتاخدش وقت كبير. لما هحطها، انا حطيتها في فرن صغير كده للادوات ديت. هو مش هتظهر كويس معايا دلوقتي، انا هوريكم ازاي، بس هي بتتكرمش جامد كده وبيبقى شكلها غريب وبحس انها باظت. لكن استنى كمان ثواني زي بالشكل دوت، حسينا انها خلاص باظت وكرمشت في بعضها، لانه بعد المرحله دي بيقوم مفروده تانية. واول ما بتطلع من الحراره او بطلعها من الفرن الصغير ده، بقوم حاطه عليها كتاب بس ثواني، عشان لو في اي ارتفاع او اي حاجه معوجه وهي لسه سخنه بتستوي بالظبط. شوفوا الفرق بين المقاسين، زي ما كنت بقول لكم، لو احنا عايزين مقاس كذا لازم اخد 3 اضعافه. الرسمه كلها تقريبا طلعت قد الكات بس اللي موجوده في الرسمه الاساسيه. هو ده لما انكمش بقى بالحجم ده. انا هعمل الشكل دوت، هعمله علاقه عربيه، وينفع طبعا ان انا اعمله ميداليه مفاتيح، وهدايا بتبقى جميله جدا جدا، وممكن اعمل بيها اسماء، وممكن بيعمل شخصيات محبوبه للاطفال. ممكن رسمة الشخص، أو لو أنا بعرف أرسم كويس ممكن أرسم الرسمة بتاع الشخص أو الشخصية اللي بيحبها، وأعملها بخامة جميلة جدا وخامة سهل الاستخدام ونتيجتها هايلة جدا جدا. هخلص الميدالية أو علاقة العربية، ويبقى كده الفيديو بتاعنا خلص. أتمنى يكون الفيديو كان بسيط وسهل وعجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد تاني إن شاء الله. شكرا، كملوا معايا لآخر الفيديو. باي.